قاعدة لا بيا ولا عليا، لقيت جوزي داخل عليا وبيقول لي افرحي جبت لك معايا هدية النهارده. جبت لك هدية معايا النهارده، قلت له خير. قال لي جبت لك جرام دهب. قلت له جرام دهب؟ طبعا زي اي ست مصرية فرحت جدا. قلت له جرام دهب؟ وقال لي ومش اي عيار، ده عيار 24. عيار 24. فرحت طبعا جدا جدا. بعد كده اتفاجئت لقيته مطلع لي اكتر حاجة ما بحبهاش في الدنيا، وهي الرنجة اللي انتوا شايفينها دي. ايوه زي ما انتوا شايفين بالظبط كده، انا ما بحبهاش خالص وبكرهها جدا. بس تعالوا احكي لكم قصة الرنجة، وان في منها عيار 24، وان الرنجة بتختلف من عيار لعيار. ايوه زي ما بقول لكم كده بالظبط. الرنجة اللي في ايدي دي عيار 24. يعني ايه عيار 24؟ يعني مدخنة لمدة مش عارفة كام يوم يعني كده، بس هي في منها عيارات يعني. تاني حاجة تعالى اقولك عليها كده في السريع، ازاي ان انت تفتحي الرنجية وان هي ما تهدرش منك، وان انت تفتحيها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وتطلعي منها الشوك. ايوه بتفتحيها من ظهرها، اوعي تكوني بتغلطي وتفتحي الرنجة من بطنها. اول حاجة هتبوظي البطارخ بتاعتها، وغير كده سلسلة الشوك اللي في الظهر مش تطلع منك بسهولة. ايوه وباركولي كمان يا جدعان، ده انا اول مرة افتح رنجاية في حياتي، اول مرة امسك الرنجة اللي انتوا شايفينها دي. يعني كون ان انا بتعامل مع الرنجة دي ان انتوا تحطوا لي مليون لايك، مش لايك واحد بس. اول حاجة كده طلعت سلسلة الشوك زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هبدأ ان انا اخليها. وطبعا ده انا بعملها للغالي ابني مش اي حد، يعني طلباته اوامر بالنسبة لي. بعد كده ان انا اديني طلعت البطارخ، وهبدأ ان انا انضف البطارخ. ودي طبعا كانت بطارخ نتي، يعني كانت مرملة مش اللي هي الزبدة. وبعد كده هبدأ ان انا اعمل الرنجية بتاعتي، اقشرها له من القشر. طبعا ممكن ان انت تسيحي الرنجية على النار، وممكن ان هي تعمليها كده، بس ابني قال لي يا ماما لا ده حرام، اوعي تحطيها على النار، ده عيار 24. يعني انت عارفة يعني ايه عيار 24؟ يعني نفس جرامات الذهب بالظبط، ودي مدخنة تدخين كامل، يعني ما تحطهاليش على النار، انا عايزة اكلها، عايزة اكلها كده. فانا قلت له طبعا يا ابني حبيبي طلباتك اوامر، وبدأت اتعامل معاه زي ما انتوا شايفين كده. يرضيكم اللي حصل فيا النهارده؟ يلا عشان خاطر التعب والقرف اللي انا قرفته النهارده، اتمنى ان انتوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تبخلوش عليا ان انتوا تدعموني عشان خاطر القناه بتاعتي تكبر بيكم. ومعلومه ان انا بقولك ان الرنجة عيارات، ادخلي ودوري وابحثي واسالي، وهتلاقي ان الرنجة عيارات، يعني انا ما ضحكتش عليكي في حاجه. ومعلومه ان انتي تفتحي الرنجة من بطن من ظهرها مش من بطنها، ده ما بيعملش معاكي هدر في الرنجاية خالص. واما الفسيخة برضو ان انت تفتحيها من ظهرها برضو ما بتهدرش معاكي، وتبدأي ان انت تشيلي الشوكة بتاعتها. وزي ما انتوا شايفين كده الرنجاية في ثواني، في اقل من ثانية كانت اتفصصت معايا وكانت جاهزة على الاكل. وبالهنا والشفا. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا احط له معاها ليمونة وبصلاية، وحسب ما تحبوا ممكن تعمليها سلطة طحينة، وممكن ان انت تقدميها زي ما هي كده، واللي يحب ياكلها بالطريقة مختلفة. يلا بقى شجعوني في الفيديو ده، علشان خاطر الفيديو ده انتوا متعرفوش كمية القرف اللي انا قرفته فيها قد ايه. لايك شير وسبسكرايب القناة يا قناة اهل الدار.